سلام البنات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله وجدت لكم هاد الكيكه اللي كتجي عائليه، كتجيب الحجم كبير وكتجي لذيذه وزوينه بزاف. نتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. وما تنساوش اول مره كتزور القناه ديالي تشترك معنا وتفعل الجرس باش يوصلها كل جديد ان شاء الله. نخليكم مع المقادير وطريقه ديال التحضير. عندنا 6 ديال البيضات على حراره المطبخ، عندنا 2 كيسان ديال السكر سنيده، 2 كيسان ديال الحليب دافي اللي خلطت معاه 1 نيسكافي، عندنا 2 كيسان ديال الزيت، عندي تقريبا 2 معالق ديال الكاكاو كبار، عندي الطحين حسب الخليط، وغادي ندير 3 ديال الخمارات، عندي الشوكولات ودانيت اللي غادي نزوق به. نبداو على بركه الله. غادي نبداو بالبيض هو الاول. ضروري البنات البيض اللي غادي تخدموا به الكيكه ولا الحلوه ما ديروش في الثلاجه. غادي ندير قبيصه ديال الملحه ضروريه. صافي غادي نحاول نطرب داك البيض غير بيديا. كنزيد عليه السكر سنيده، جوج كيسان، اللي غدير البنات اللي غدير المول الصغير دير غير كاس ديال دير غير 3 البيضات ولا 4. الا كانوا كبارين دير غير 3، الا كانوا صغار دير 4. ودير غير كاس ديال الزيت، كاس ديال السكر سنيده، كاس ديال الحليب مع نيسكافي. اللي بغات غير لاطه صغيره، انا هذه راه عندي كبيره يعني الحجم كبير، داكشي علاش درتهم هكا مضوبنين. هذه ديال حجم عائلي ولا اللي كتبغي تخليها في الثلاجه تبقى تفطر منها وتعطيها لوليداتها. صافي البنات، انا درت سكر سنيده، درت الزيت، درت دابا الحليب اللي درته مع شويه ديال النسكافي. راه الحليب ماشي سخون، راه دابا غيكون برد. درت فيه دفيته باش ندير ليه النسكافي باش يذوب، ما ديروهش سخون بزاف حيتاش باش ما يخسر لكمش البيض. صافي غدرت تقريبا 2 معالق ديال الكاكاو المر. غادي نخلط الخليط كامل. كما كتشوفوا راه كتجي كثيره تبارك الله الخليط ديالها. صافي دابا غادي نضيف له الطحين، ندير شويه بشويه باش ما غاديش تجيني ثقيله. تناخذ لابار ديالها، نضيف معاها الخماره، 3 ديال الخمارات. الكيكه البنات راه كتجي زوينه بزاف وكتعجب الوليدات الصغار والكبار. صافي غنضيف هاد الطحين هذا، غادي نزيد الدقيق. ضيفوا الطحين شويه بشويه باش ما تقالش ليكم. كيف ما قلت لكم البنات اللي اول مره كتزور القناه ديالي،
كنتمنى تعجبها القناه ويعجبوها الشيوات اللي كنحضر، ودير معايا الاشتراك وتفعل زر الجرس باش يوصلها كل جديد ان شاء الله. البنات اللي ديجا متبعيني كنتمنى نكون خفيفه على قلوبكم، نتمنى تكونوا كتستافدوا من الشيوات اللي كنحضر. صافي البنات، هنايا دابا راه بدات كتعقد معايا الخليط. غادي نزيد دابا غير شويه. صافي دابا غادي نخلطها مزيان باش ما يبقاوش دوك الكويرات ديال الدقيق. هنا راني دهنت المول بالزبده، درت له غير الزبده، دهنته بالزبده ورشيت عليه الطحين. هنا واحد البنوته جات باش تعاون. صافي البنات، شتو انا راه عندي لاطه كبيره، غادي نخلط شويه عاد غادي نخوي. ضروري هاد الطريقه دي بقاو ديروها البنات ملي تبغيو تخويو المول، الا عاد غادي دهنوه عاودوا خلطوا شويه، عاد ديك الساعه خويو. كيف ما ديما كنهزو يدينا الفوق، عاد كنخويو الخليط باش هكا كيدخل هذاك الهواء كتجي منفوخه. بالنسبه للبنات اللي كيجيهم الكيكه ما كطلع ليهمش، صافي البنات هاي كيفاش كتجي في اللاطه. وهنايا منين طيبتها كيف ما كتشوفوا كنتقبها كامله مزيان. هنا راه باقا سخونه وغادي نسقيها. انا ضروري كنسقي بحال هكا، الا كانت الكيكه بحال هكا كنسقيها بغير الحليب يكون بارد الا كانت الكيكه سخونه. الا كانت الكيكه عندكم بارده دفيو الحليب، يعني بالعكس. صافي كيف ما كتشوفوا كنسقيها مزيان باش ما كتجيش ناشفه من الداخل. واخا ندير ليها الشوكولاط من الفوق كتكون شاربه الحليب. هنا دوبت الشوكولاط عادي، راه كيف ما شفتوا في المقادير. دوبت الشوكولاط، درت له شويه ديال الزيت وزدت عليه دانيت ديال الشوكولاط. غادي نفرغو في الكيكه كامله. راه ما كتجيش الشوكولاط كيجي غير على الوجه ديالها، يعني ما يشنخوش بزاف. صافي البنات، وغادي نزوقها باللوز ايفيلي. هرمشو شويه، حمرتو، زوقوها باش ما بغيتو. اللوز ايفيلي كيجي زوين في المذاق، على حسب الاختيار ديالكم. ممكن لكم تزوقوها بالكوك اولا بهذا الشوكولاط الشعريه، كيف ما بغيتو تزوقوها زوقوها. انا كتعجبني هذه الكيكه بزاف، اللي كتكون فيها المذاق ديال القهوه وفي نفس الوقت تكون يعني حجم كبير، يعني شبائيه ديال العائله تحطيها للضياف. صافي غادي نزوقها بهذه الطريقه هذه، وغادي نقطعها على شكل ديال المرصويات كيف ما شفتوا في الاول ديال الفيديو. غنقطعها كتقطع حجم صغير. انتم البنات كيف ما كتشوفوا معايا، انتم كيكه كتجي تبارك الله عاليه ومن الداخل هشيشه وما ناشفاش. نتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم.